2026 هنظبط فيها الانجليش بتاعنا. ده قرار انا مش باخد رايك. السنه اللي فاتت اخدت رايك في الفيديو ده وانت ما عملتش حاجه. خدها من واحده انجليش سي 2. حقيقي الانجليش اسلوب حياه، فتعالى اقول لك ازاي تخليه اسلوب حياتك. فهات ورقه وقلم دلوقتي ويلا بينا نكتب الهدف بتاعنا صح. طيب اولا ما ينفعش تقول انا عايز احسن الانجليش بتاعي، لازم تعرف بجد انت محتاج ايه. ممكن يكون هدفك انا بعرف افهم كويس جدا لكن عايزه اتعود اعبر عن نفسي واعمل كونفرزيشن كامله، او انا مستواي مش موجود اصلا، تعليمي ما كانش كويس قوي فعايزه ابدا من الصفر، او انا مستواي كويس جدا بعرف اعبر بس انا عايزه اخد اختبار الايلتس او التوفل فعايزه اجهز نفسي ليه. كتبنا الهدف، قطع الورقه عشان ما حدش بيستعمل ورقه وقلم في 2026. فهات ورقه وقلم دلوقتي ويلا بينا ما علينا، خلينا نكمل. اول حاجه هتعملها دلوقتي هو انك تروح على الكورس ده عاملاه الجامعه الامريكيه ببلاش، بيبدا معاك باختبار تحديد مستوى وده هيعرفنا الليفل بتاعك ايه. بعدها هيدخلك على كورس مناسب للمستوى بتاعك بالظبط، وعشان تعرف كل التفاصيل عن الكورس ده وازاي تسجل فيه الفيديو ده موجود عندي على يوتيوب. وهيشتغل معاك على 3 مهارات اساسيه وهم الكتابه، القراءه والاستماع. هيتبقى عندنا الكلام، ودي مشكله عند ناس كتيره قوي. انا بفهم الانجليش وكل حاجه بس مش عارف اعبر. ابسط حاجه ممكن تعملها اشتراك تشات جي بي تي جو ب 250 جنيه، تديله البرومبت ده وتقعد تتكلم معاه على الاقل 5 دقائق كل يوم. طب مش عايز تدفع خالص؟ في ويب سايت عاملاه جامعه كامبريدج اسمه سبيك اند امبروف، برضو الاي اي بيقعد يتكلم معاك، يديك مواضيع تتكلم عنها، تتكلم عن توبكس معينه، ما هي مواضيع هي توبكس، وبعدها بيقيم المحادثه بتاعتكم بيقول لك انت وصلت فين. فانت من اول السنه الجايه او من بكره، ليه نستنى للسنه الجايه؟ انت من بكره عندنا نص ساعه على الكورس بتاع الاي يو سي، ومن 5 ل 10 دقائق بتتكلم مع اي اي تول بالانجلش. وفي حاجه زياده بس بجد احب جدا انك تعملها، ان كل يومين او 3 تكتب فقره بنفسك عن اي حاجه وتدخلها الموقع ده، برضو عاملاه جامعه كامبريدج وببلاش، هيصلحها لك ويقول لك المستوى بتاعك في الكتابه وصل لفين. وعارفه ان تشات جي بي تي بقى يكتب لنا كل حاجه دلوقتي، بس فعلا الكتابه بايدك حاجه مهمه جدا، عشان لو قدمت على منحه فانت اللي لازم تكتب الاوراق بتاعتك. اخيرا بقى، لو انت عايز تقدم على منحه وتاخد ايلتس او توفل، فالفيديو ده عندي على يوتيوب بقولك ازاي تجهز الامتحانات دي خطوه بخطوه. كمان في الفيديو ده مخصص للتوفل، وقريب قوي هيكون في فيديو عن الايلتس، فمالكش حجه تانية. الكاميرا اتهزت. فدي اول خطوه، واستنوا الفيديو الجاي هقول لكم ازاي تخلوا الانجليش في كل حته في حياتكم.